أسلوب الدراسة اللي بنقدمه لك متميز جدا وبينقسم لقسمين، دراسة من خلال تطبيق Perfection الخاص بالمنصة زي ما هوريك دلوقتي، وكمان بتاخد محاضرات لايف على زوم انت والمحاضر بس وفي المواعيد اللي بتتناسب معاك. كل اللي هتعمله هتحمل تطبيق Perfection من على جوجل بلاي أو آب ستور. أول ما تفتح التطبيق هيظهر لك بالشكل ده. في البداية هتضغط على تسجيل جديد وتملى بياناتك وتعمل لك أكاونت على التطبيق. بعد كده هتعمل تسجيل دخول بالأكاونت ده، وبكده تكون جاهز للدراسة. هتدخل على الكورسات المتاحة، هتلاقي كل الكورسات الخاصة بالدبلومة المتكاملة لتعليم اللغة الإنجليزية باللهجة الأمريكية. طبعا أول ما بتشترك في المنصة بنفعل لك كل الكورسات دي على الحساب الخاص بيك. الكورسات مرتبة وبتدرسها بالتوالي، يعني هتبدأ دراسة أول كورس وبعد ما تخلصه تبدأ في الكورس اللي بعده وهكذا. هتضغط على الكورس الأول هيظهر لك كل المواضيع الخاصة بالكورس ده. لو ضغطت على أي موضوع هيفتح لك بالشكل ده. زي ما انت شايف كل موضوع مشروح بطريقتين، فيديوهات شرح وشرح كتابي. في البداية بتدخل على فيديوهات الشرح الخاصة بالموضوع وتتفرج على الفيديوهات دي في الوقت اللي يناسبك، وطبعا بإمكانك تتفرج عليها أكتر من مرة. وانت بتتفرج على فيديوهات الشرح ما تكتبش أي حاجة، عشان كل اللي بيتشرح في الفيديوهات دي هتلاقيه موجود في الشرح الكتابي الخاص بالموضوع. بعد ما تخلص فيديوهات الشرح وتفهم الموضوع هتدخل على الشرح الكتابي بقى. الشرح الكتابي ملون وكل لون بيدل على حاجة معينة هتعرفها، ولو ضغطت على الزر ده هتلاقي نطق لكل الكلمات الموجودة في الصفحة اللي انت بتذاكرها. ولو ضغطت على الزر ده هتلاقي فيديوهات لنيتيف سبيكرز وهم بينطقوا لك كل الكلمات والأمثلة الموجودة في الصفحة دي. وزي ما وضحت لك في البداية انت ما بتذاكرش لوحدك. بعد ما تتفرج على فيديوهات الشرح الخاصة بالموضوع الأول وتذاكر الشرح الكتابي بتاعه وتتدرب على الأمثلة الموجودة فيه، بتتواصل معنا على الواتساب الخاص بالمنصة وتقول لنا أنا خلصت الموضوع الأول وعاوز أخد محاضرة على الزوم في الموعد الفلاني. المحاضر بيدخل معاك على الزوم عشان يتابعك. لو عندك أي سؤال في الموضوع اللي ذاكرته بيجاوبك عليه ويشرحه لك لوحدك، وبعد كده بيخليك تنطق قدامه كل الكلمات والجمل اللي اتشرحت في الموضوع ده عشان يسمع نطقك ويصحح لك أخطائك ويدربك على النطق الصحيح ويخليك تتقن كل الكلمات والجمل اللي في الموضوع ده قبل ما تنتقل لدراسة الموضوع التاني.